السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، امور مزيانه. فيديو جديد على العشران كيف العاده وموضوع جديد. الفيديو ديالنا اليوم الاخوان غادي نهضروا على احد التساؤلات اللي بقاو كيطرحوا عليا بزاف. قلت ندير عليهم فيديو حيت بزاف ديال الاخوان كيسولوني على بعض المواضيع وتبقى عندي الرغبه نوضح الامور. الفيديو اليوم الاخوان اول حاجه غادي نهضروا عليها هي علاش الزيت تقطر لك من الموتور بزاف، شنو السبب الرئيسي في هذا المشكل. وثاني حاجه الموضوع الاساسي للفيديو اللي هو شنو هما المواطر اللي تقدر تشريهم في سنه 2025، سواء كنتي باغي تخدم بهم تسافر بهم ولا من ناحيه البياس واش متوفر ولا لا. الاخوان كنركز بزاف على البياس، واخا كاينين بعض المشاكل في الكاريناج. البياس هذه اهم حاجه. غادي نعطيكم لائحه المواطر اللي ما غاديش تلقاو معهم المشاكل ومطلوبين في السوق، سواء للبيع او الشراء. الاخوان اذا كنتي اول مره تفرج في الفيديو ديالي خلي واحد لايك، ما تخسر والو، ودير ابوني باش يوصلك كل جديد. الدراري تنحط لكم محتوى زوين في اليوتيوب، شوفوا الفيديوهات كامله، راه غادي يبان لكم شي حاجه تعجبكم كيف العاده. الاخوان الفيديو ديال اليوم غادي نفصل فيه بدون اطاله بخصوص الزيت اللي تيقطر من الموتور. كاين جوج اسباب رئيسيه. السبب الاول هو السكليس الى حلك الكلاس وركبو وما مزيروش مزيان وما دارش الكولا في الجناب كيبقى يسيل الزيت، ولكن خصها تدار عادي تزير. السبب الثاني الاخوان هو البيكي الجناب. الفيتاز عنده جلادات، وفاش الزيت تيسخن الجلادات تتوسع، وكل مره كيدير بيكي على الجنب كيزيد يتوسعوا، وهكذا تتقطر الزيت. غالبا الزيت تتبان هابطه من السيلندر، ولكن السبب الرئيسي هو البيكي الجانبي. الاخوان رجعنا دابا للموضوع الاساسي، شنو الموتور اللي تقدر تشري في 2025 بلا مشاكل. انا غادي نعطيكم لائحه ديال الموتور اللي جربتهم انا والاصدقاء وما وجهنا معهم حتى مشكل، لا في البيع ولا في البياس ولا في الاستخدام اليومي. هادو الموتور صبارين ومجربينهم، واي واحد عنده تجربه يخليها في التعاليق باش الكل يستافد. الثانيه الاخوان هو موتور مخير، لا في الاكس ميل ولا في الار ميل، بجوج بنفس الشكل غير الديزاين اللي مختلف، والماكينه راه هي يعني ما مبدله، ما كاينش شي فرق بيناتهم. الثانيه مجربه وبنادم ضارب بها الارض في المغرب كامل. الموتور اللهم بارك، والثمن ديالو كيبدا من 12500 درهم حتى ل 13500 درهم، وكيختلف حسب المدينه. والموتور ماكينه 110 سي سي 49، والبياس ديالو موجود بلا مشاكل. الثانيه معروفه من زمان ولا زالت كتصدر الموتورات القويه. الموتور الثاني الاخوان هو البيكان 33 اللي كيخرج بسيلان 110 في الجروب، وكاين اللي كيدير ليه 140. شوف انت شنو بغيتي، ولكن يستحسن تاخذ 110 في الجروب حيث الفرق ماشي كبير غير في التصميم. وبالنسبه للثمن ديال 140 في الجروب داير 1,050,000 و110 داير 1,060,000. وزاد الثمن بزاف مؤخرا، الناس خداوها ب1,040,000 ومع بعض الاضافات. ما عرفتش علاش الارتفاع الثمن بهذا الشكل. الموتور مطلوب، ولكن خصك تعرف واش تاخذ الكيسان مقسوم ولا لا، حيت هو الافضل عوض الكيسان طويل. الموتور الثالث هو السيميا بيكان سوبر كوب. الموتور صبار، كاريناج ديالو موجود، صالح في ليفريزو والجبال، ومناسب للناس اللي عندهم بيجي محدود. الثمن ديالو ما كيتعداش 11000 درهم. من الافضل تاخذ 110 في الجروب باش تجنب المشاكل مع البوليس، حيت كيشدوا على 140 بزاف. 110 خيار امن وقوي. الموتور الرابع هو السي 50 دوكر. هذا الموتور جربو صاحبي وباقي خدام به عنده بلا مشاكل، وصل 60,000 كيلومتراج ومازال مخير، كيصلح تسافر تصلح تخدم به يوميا. والثمن ديالو كيتراوح ما بين 9300 حتى ل 10000 درهم على حسب كل مدينه. كاين اللي في الجروب ديال 110 وكاين اللي فيه 140. البياس ديالو متوفر وما غاديش توحل فيه. الموتور الخامس هو الكوبر. موتور جديد ولكن بياس ديالو قليل شويه، فيه 140 في الجروب، ولكن الا بغى ياخذو خصو يعرف البياس نادرا نسبيا. وبالنسبه للمواطر اخرين بحال السيماتي، المشكله الرئيسيه فيهم هي البياس، حيت بعض الشركات كتبيع الموتور بلا ما توفر ليه قطع الغيار.
اذا شريت الموتور وما لقيتيش ليه البياس غادي تعاني وغادي توحل، وهذا الشيء علاش كنركز على الموتورات اللي البياس ديالهم توفر. زيد على هذه اللائحه الهايلاند، كاين اللي كيقول لها هيغلاند، هي الاسم ديالها هي هايلاند بلونغلي. موتور ديال العشاق 120 في الجروب، وموتور قوي ولكن قليل في بعض المدن. الثمن ديالو غير محدد، وخاص المتابعين يشاركوا معنا الاسعار في التعاليق. الاخوان هادو هما المواطر اللي كيمكن لكم تشريوهم بلا مشاكل. اذا عندكم اي تجربه او اي راي خليوه لنا في التعليق باش الجميع يستافد. وشكرا على المتابعه، وما تنساوش ديروا لايك وابوني باش يوصلكم كل جديد.